السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم غادي نهضروا على الحجبان. بالنسبه للاخوات اللي كيعانيوا من هذا المشكل، عندهم حجبانهم خفاف بزاف وكيبغيو الحجبان يكونوا مقادين. اليوم غنعطيكم واحد الخلطه انا كنت جربتها، وان شاء الله هاد الخلطه هذه غادي تستافدوا منها. هذه كدرتها لبنتي، كان جاها الشامبينيو في الحجبان، يعني مشاو ليها الحجبان كاملين ودرتها ليها والحمد لله ناضوا ليها الحجبان، ووليت كنديرها حتى انا الحجبان ديالي وعطاتني واحد النتيجه زوينه الصراحه. الحجبان كيعمروا. بالنسبه لهذوك الخويات اللي كيكونوا ديال الصغر، يعني من الصغر ديالك حجبانك مشتين وخاويين من الداخل، راه من طبيعه الحال ما غاديش يقواو. دابا كيقواو غير هذوك الحجبان اللي طايحين، يعني الشعر اللي طايح من الحجبان هو اللي كيتعوضيه، وفي نفس الوقت كيطلع الشعر قوي والحجبان كيطلعوا مجهدين. بالنسبه لهذوك الخويات اللي كيكونوا من الصغر، كتقدري تقاديهم بهذا البرودوي هذا اللي غادي، ولا هذه الصباغه اللي غادي نتقاسم معكم ديال الحجبان. فيها الماغو فيها الكحل، صراحه هي زوينه، هي اللي قديت بها الحجبان ديالي باش ما كيبانوش هذوك الفراغات. والنسبه للوصفه اللي دايره انا هنا، دايره القرنفل شديته حمرته في المقله، غير هكا تحمر واحد شويه، ما نخليوش حتى كيتحرق. شديت العظم ديال التمر حتى هو حمرته في المقله حتى تحمر مزيان، وطحنتهم مع بعضياتهم، يعني طحنت القرنفل والعظم ديال التمر، وجبت الزيت ديال الخروع. من طبيعه الحال كتاخذوا الزيت يكون مزيان، يعني تكونوا متاكدين منه بلا واخدينه ماركه مزيانه. صافي كتخلطوا الخليط، يعني كلشي مع بعضياتهم كيولي لكم بحال هكا بحال شي كريم. صافي كل ليله كتاخذوا واحد البانسو كتدهنوا بهم الحجبان، يعني كدهني الحجبان ديالك بهذا الزيت هذا. تقريبا اش نقول لكم البنات، من بنتي كان جا داك شامبينيو ديال الحجبان وكنهبط لها حتى للشفار، والحمد لله زربت عليها دغيا. تقريبا شي 5 ايام هكاك الحجبان ديالها رجعوا. 5 ايام حتى قالت لي بنتي، قالت لي تفاجات وشريت لها بومادات ديال، شريت لها بوماده وشريت لها واحد البوماده اخرى ديال الشامبينيو، والو بقاو لها الحجبان هكاك عاد ما زادوا كيخواو. من درت لها الخلطه هذه الصراحه عطاتني نتيجه، وليت كنديرها حتى انا الحجباني. واللي بغات الوصفه ديال الشفار، ان شاء الله تخلي لي في التعليق ونحطها لكم. حتى واحد الوصفه ديال الشفار غزاله، كطول لك الشفار كتقويهم لك. حتى بالنسبه للشفار اللي كيكونوا تنتفوا من الجدر، ملي كتكوني هكا ملصقه الرموش، ويعني ملصقه شفار على شفار، كيتحيدوا الشفيرات مع الكولا. الصراحه واحد الوصفه خطيره، يعني كترد لكم الشعر وكتقوي لكم الشفار. دابا ان شاء الله نحطها لكم. بالنسبه لهاد الوصفه هذه غير ديروها البنات، راها غزاله، فيها القرنفل، فيها العظم ديال التمر، وفيها زيت الخروع. زيت الخروع كما قلت لكم تكون ماركه مزيانه. غادي نوريكم دابا بالنسبه لهاد الصباغه اللي كندير، اولا هاد الحرقوس اللي كندير الحجبان ديالي. انا ما كنمشيش للصالون، ما كنديرش هادشي في الصالون، كنديرو في الدار، يعني في البيت ديالي كنقاد الامور. بالنسبه لهاد اللون هذا انا خديت الماغو. بالنسبه لهاد البرودوي هذا اولا هاد الحرقوش هذا ديال شنو، يعني ماشي ديال المغرب. غير هو زوين الصراحه، وكيعطيك واحد اللون غزال في الحجبان ديالك. بالنسبه اللي حجبانها خاويين بزاف، راه كتقدر دير لهم، يعني كتقادهم كطراسيهم به وكيجيو مقادين الحجبان كيجيو عامرين. اللي عندها الحجبان ديالها عامرين من القدام، الافضل دير غير واحد المشيطه هكا وغير تمشطهم بهاد الصباغه هذه، ومن بعد دغيا ما تجي فين تكمل الحاجب وتعاود تمسح القدام باش كيبانوا طبيعيين وكيبانوا زوينين. واهم حاجه تنتبهي لهذوك الفراغات، وهما اللي كتعمري، يعني الفراغات اللي عندك في الحجبان باش الحاجب كيجي مقاد. وبالنسبه للشوفه، ملي كتشوفي حجبان كيجيوك طبيعيين، يعني عاديين بحال اللي ما دايره لهم حتى شي حاجه. لا عرفتي كيفاش تقادي. انا هادشي الصراحه كنقادو في الدار، ما كنحتاجش نمشي للصالون، وكيجيو زوينين. انا اللي ما كيعجبونيش هذوك اللي كيمشيو للصالون وكيطراسيهم من القدام وكيخليهم طراسين، وحتى داك الشعر ديال الحاجب ما كيبانش. لا، ما عمركم ديروا الحجبان ديالكم بحال هكا، كيبانوا راهم مصبوغين، كيبانوا ماشي طبيعيين. من الافضل انت تاخدي واحد المشيطه هذيك اللي كتمشطي بها الحجبان، كتاخدي هاد الصباغه هذه وكتركزي على دوك الشعيرات ديال الحاجب ديالك، كتمشي كتمشطيهم كما قلت لك. ما كتجي فين تكملي الحاجب ديالك حتى للقنت، كترجعي للقدام وكتمسحي شويه هكا بواحد لانجيت يكون فازك. المهم كتمسحي وكتخلي الجهه الاخرى ما كتمسحهاش هذيك الساعه، كتدوز واحد 5 ديال الدقائق هكاك ولا هذا عاد كتمسحيها. المهم هذه الطريقه راها زوينه ديال هاد الصباغه هذه، وكما قلت لكم كتعطيكم اللون زوين وفيها حتى الكحل. بالنسبه للاثمنه ديالها كشريتها وقيله ب 20 درهم. المهم عند موجوده عند المحلات اللي كيبيعوا مكياج، مواد ديال التجميل، راها موجوده عندهم. قول لهم اعطيني الصباغه ديال الحجبان. وكاين هادو كاين انواع اخرين. بالنسبه لهذه هي زوينه، الثمن ديالها مزيان، وكما قلت لكم كتعطيكم اللون بحال طبيعي على الحاجب.
صراحه دائما انا دابا كنديرها. اللي كيشوف حجباني كيصحابهم الحجبان ديالي كاملين، لحقاش كان عندي في حجباني فيهم الديفو الصراحه ما كانوش مقادين وكانوا خاويين من الوسط ديال الحاجب وما كنجيوش زوينين في الشوفه. حتى الوجه ديالك ما كيبانش مزيان. صافي ملي كتقادي الحجبان حتى الوجه ديالك حتى يبان مزيان، حتى كنتي كديري فولاره كتبان على وجهك. المهم كاين الناس اللي عندهم هاد المشاكل وما كينتبهوش لها. ماشي ضروري تحيدي الحجبان، انا ما كنقش من الحجبان ديالي كنخليهم طبيعيين، ولكن كما قلت لكم كنعمرهم بهاد الصباغه هذه. صافي هنا خديت غير واحد شويه من هذاك البرودوي صافي وكنديرو هنايا. المهم دابا نعاود نوريكم. كنديرو كنزيد عليه شويه ديال الماء صافي وكنبدا نخلط ها نتوما تشوفوا اللون ديالو كيولى، يعني اللون ديالو كيولي ماغو مغلوق. من بعد صافي كنبدا نطبقوا على الحجبان ديالي. انا خديت هذا البانسو هذا هو اللي كندير به. كنطبقوا على الحجبان ديالي وكنخليه واحد 4 ديال الدقائق، ما نخليوش حتى ينشف بزاف باش ما يجيناش مجد. المهم نشوفوا حنا عينينا ميزاننا ملي كيبان لينا اللون بدا كيطلق صافي نمسحوه. بالنسبه لهاد الحرقوس هذا فوقاش كنديرو الصراحه ما كنديروش بزاف، كنديرو هكا من شهر من 15 يوم 15 يوم. ولا شفت الجهه ديال حاجبي هكا خاويه هي اللي كنمشي كندير فيها. يعني كنحاول ما نديرش حجباني كاملين، كنحاول ما نديروش بزاف. هو كل ما كتغسليه بالصابون كل ما كيبدا اللون يبدا يمشي، ولكن كيدوز لك واحد المده. وكما قلت لك كيجي لك حتى مع الحجبان ديالك. واهم حاجه هي الوصفه هي اللي كتعاونك باش الشعر ديالك كيقوى وحتى الحجبان كيتقادوا. وكما قلت لك ملي كيكون عندك هكا شي مشكل من الصغر، ولا كان عندك هكا شي ضريبات هكا ولا شي جريحات في الحجبان، راه ما كينوضش فيهم الشعر من طبيعه الحال. والنسبه لهذا البرودوي هذا صراحه غير جربوها البنات، اولا هذا الحرقوس راه زوين. والنسبه للاثمنه ديالو كما قلت لكم في المتناول الجميع 20 درهم. هكا ملي كتكون شي مناسبه ولا راكي معروضه كتلقاه كديريه. الصراحه كيجي حتى اللون ديالو على الوجه ديالك زوين، كيجي مع السمرات كيجي مع البيضين، يعني كاع الالوان ديال البشره كلها كيناسبها الماغو. كيناسبها حتى الكحل على حسب الشعر ديالك وعلى حسب العينين. الا كانوا عينك ماغوره من طبيعه الحال غديري الماغو كيجيك زوين. وهذا ما كنتمنى ان شاء الله نكون فتكم في هذا الفيديو. ونسبه لهذيك الوصفه غير جربوها راها زوينه. انا راه مجربه انا شخصيا كما قلت لكم على البنت ديالي ومجرباها انا وعطاتني نتيجه. وان شاء الله نتقاسمها معكم في شي فيديو اخر نوريكم الطريقه ديال الوصفه ان شاء الله باش نتوما تستافدوا منها اكثر. بالنسبه للعظم ديال التمر راه زوين بزاف للشعر كيقوي الزغبه وحتى بالنسبه للحجبان. وبالنسبه للوصفه راها زوينه كما قلت لكم. ومع السلامه الى الفيديو.